مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين. اليوم وعبر هذا الفيديو راح نوجه رسالة لهالعصابات الإرهابية، لهالعصابات اللي عم تزرع الرعب، واللي عم تزرع الخوف بين أهالينا في عفرين، واللي عم توقف كحائط وكعازل وكمانع لعودة العفرينيين لبيوتهم ولديارهم لمواطنهم لقراهم يعني. اسمعونا آه، يعني يا أيتها العصابات، رح نتكلم ورح نحكي اليوم بلغتكن لتفهموا شوي، يعني لتقتربوا شوي من القيمية ومن معاني الإنسانية، ولتفهموا شوي شو هي عفرين، وماذا تمتلك عفرين، وماذا تحتوي عفرين. بلى، رسالتي رح تكون بلغتكن باللغة العربية، ورسالتي أيضا موجهة للائتلاف الوطني السوري اللي عم بيشكل يعني الغطاء الأساسي السياسي والعسكري والمالي لهالفصائل الإرهابية في عفرين. رح نقول ورح نتكلم بلغة الضاد حتى تفهموا أكثر، لأن خطابنا باللغة الكردية يظهر يعني خطاب موجه نحو الداخل، وهالخطاب رح يكون عبارة عن إشارات وعبارة عن ومضات وعبارة عن رسائل باللغة العربية لتفهموها أكثر، وراح تكون هناك طرق أخرى أيضًا للتعامل مع هالممارسات اللي أنتم عم تقوموا فيها على أرض الكرد وفي بيوت الكرد. عائلة بيشمرك، عائلة بيشمرك ضحية الصراعات والأطراف. عائلة بيشمرك اللي صارت أيقونة للنضال الكردي في صراعٌ مع الإرهاب. فتماشيًا مع سياسات التغيير الديمغرافي الحاصل في إقليم عفرين، ووقوف الكثير من الأطراف إلى جانب الرعب والقتل والاعتقال والسجن والإرهاب، وتقاطع الكثير من المصالح بين هذه العصابات، والتشابكات الاقتصادية بين هذه العصابات الإسلاموية المرتزقة من طرف، وبين بعض الأطراف المحسوبة على الكرد من خارج عفرين والتي تعتاش على الأزمات من طرف آخر. هنا يدفع الكرداغي في عفرين ثمن هذه المؤامرات وثمن هذه المصالح التي تشترك فيها أياد استخباراتية محلية خفية لمنع عودة الكرداغي إلى دياره وإلى مواطن آبائه وأجداده. فالنظام العروبوي السوري والباسداران الإيراني والميت التركي والعصابات الإرهابية الإسلاموية إلى جانب بعض المرتزقة والوسطاء المحسوبين على الكرد من خارج عفرين، كلهم مشتركون ويعملون معا ليل نهار من أجل قطع رحلة العودة وقطع الأمل أمام هذا الكرداغي بالعودة إلى بيته. تلك الرحلة التي باتت بالنسبة إلينا نحن كعفرينيين مسألة موت أو حياة، فلا بديل عن الموطن الأصلي كرداغ بالنسبة إلينا، ولا للوطن البديل في البراري والصحارى وسهول الشهباء وغياهب الغربة والمغتربات. فهناك من يعمل بقوة السلاح على الأرض بالتعاون من مع هو خارج الأرض لزرع أشواك الرعب أمام العفريني وتخويفه وإرهابه وابتعاده عن رحلة العودة إلى بيته. فالعفريني قرر العودة إلى بيته اليوم مهما كانت النتائج والمخططات، وبغض النظر عن النظام السياسي القابل للزوال هنا وهناك. العفريني بات يحزم أمتعته واختار العودة إلى بيته بكل جرأة. في المقابل وأمام هذه الإرادة العفرينية يقف جيش مرعب، يقف جيش مرعب من المرتزقة النندوزية الإسلاموية، هذا الجيش الذي يأتمر بأوامر المال والأموال،
الذي تحول إلى عصابات عابرة للحدود والسدود، مثل ما رأيناهم في أذربيجان والشيشان وليبيا وغيرها، ووقف عائقا أمام هذه العودة. البارحة قامت عصابات ومرتزقة فصيل الشرقية بتنفيذ بعض وعودها التي قطعوها على أنفسهم، ووعدوا الكرد أيضا بها في عفرين، وتحديدا عائلة بيشمرك الشهيدة البطلة، تلك العائلة التي دفعت وما زالت تدفع ثمن كرديتنا جميعا، وتحولت إلى أيقونة للصراع بيننا وبين الإرهاب كما قلت في بداية هذه الرسالة. فالأخبار التي تأتي والأخبار التي تأتينا من داخل عفرين تقول وتفيد بأن عصابات وفصيل الشرقية التابعة للاحتلال التركي والمعارضة العروبوية اعتدت البارحة على الشاب نظمي أشرف عثمان من عائلة بيشمرك، عائلة شهداء نوروز، وقامت بتمزيق ملابسه وأشهرت السكاكين بوجه هذا الشاب في ناحية جندرس بريف عفرين. وتفيد التقارير أيضا بأن هذه العصابات استخدمت السكاكين وأخمص البندقيات وقامت بالضرب المبرح عليه، إلى أن سقط الشاب نظمي أشرف عثمان أرضا. لقد استخدمت هذه العصابات السكاكين الحادة بحسب شهود عيان، وقامت بتمزيق ملابس الشاب نظمي أشرف بيشمرك ودعسته بالبوط العسكري، ودعست على رأسه وجسمه والضرب بالبندقية على ظهره وكامل جسمه. وفي الأخير قامت هذه العناصر الإرهابية بتصوير بطولاتهم، بتصوير المشهد وإرساله إلى مركز رئيسهم المرتزق أبو علي كما يقال، كما ادعوا هم بأنفسهم بأنه هو أحد أبطالهم. وأشارت التقارير إلى أن عناصر هذه العصابات كانوا ملثمين وكانوا يتكلمون اللهجة الديرية، وحدثت هذه الحادثة بالقرب من منزل عائلة بشمرك الكائن في جنديرس. وبعد أن ضربوه وطرحوه أرضا أغمي عليه ونقلوه عن طريق الناس وبعض المارة إلى مستشفى عفرين. أجل، إلى ماذا ترمي هذه الأفعال وهذه الممارسات اللا إنسانية والإرهابية من قبلكم يا أيتها العصابات؟ يا ترى لقد أردتم توجيه الرسائل إلى بني الكرد، أهذه هي رسالتكم الأخيرة أم هناك رسائل أخرى بعد؟ لقد أرادت هذه العصابات القول بأنهم لم ولن يسمحوا بعودة الكرد إلى عفرين، هذه هي رسالتهم الأخيرة. وفي مقابل هذا ناشدت عائلة بيشمرك الرأي العام الوطني والكردستاني والعالمي وكل الأحرار في العالم بضرورة القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي لوقف وللجم إرهاب هذه العصابات المجرمة وحماية العائلة من شرور هذه الفصائل الإرهابية المجرمة. ويأتي هذا النداء خاصة بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية اسم فصيلين من أسماء هذه الفصائل الإرهابية التي تعيش فسادا ورعبا في إقليم عفرين على قائمة الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وعلى ضوئه يزور اليوم وفد من الكونغرس الأمريكي مدينتي إعزاز وعفرين، وخاصة جنديرس التي تحولت كما قلنا إلى أيقونة للنضال الكردي ضد الظلم. ومن طرفه أيضا رفع المجلس الوطني الكردي الأناكسة مذكرة احتجاج إلى رئاسة الائتلاف الوطني السوري، وطالب فيها بضرورة وقف هذه الأعمال الإرهابية وتقديم المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وضرورة قيام الائتلاف الوطني السوري بواجبه القانوني والأخلاقي وتأمين الحماية الكافية لهذه العائلة درءا للفتنة وتجنبا لتفجير الحساسيات التي تضر بوحدة الصف الوطني المشترك، وضرورة كشف الجريمة للرأي العام الوطني. أجل، هذه كانت رسالتنا لكم. آه، هذه هي قراءتنا للواقع
هذه كانت رسالة عائلة بيشمرك لكل الوطنيين ولكل الأحرار ولكل الأزديين في الوطن وخارج الوطن. نعم، وأنا سأكون أيضًا صوت هذه العائلة في طرح قضايا إنسانية وقضايا الحرية في وجه الإرهاب. كما قلنا، لقد تحولت هذه العائلة إلى رمز للنضال الكردي وإلى أيقونة للدفاع عن وجود الكرد في عفرين. أجل. كان معكم عناد ديكو في قراءة لآخر المشهد في كرداخ. دمتم بخير.